أهلا بيكم جميعا. أتمنى تكونوا بخير. في الفيديو ده عايز أشرح لكم تعملوا إيه لو الساعة الذكية بتاعتكم مش راضية تتربط أو تعمل اقتران بموبايلكم الإندرويد. في الفيديو ده أنا بستخدم موبايل بوكو من شاومي. نصيحتي ليكم في البداية، لو أنتم محملين التطبيق بالفعل امسحوه ونزلوه من جديد عشان تتابعوا معي الخطوات بالضبط زي ما هعملها في الفيديو. أول حاجة أنصحكم بيها، تأكدوا إنكم بتستخدموا التطبيق الصح. عشان تعرف ده، دور في الساعة على أيقونة كود الكيو اللي موجودة في أغلب الساعات. لو مش في قائمة الإعدادات هتلاقيها في القائمة الرئيسية، وده بيختلف من ساعة للتانية. لو مش لاقيها في الساعة خالص، راجع كتيب التعليمات أو العلبة اللي جت فيها الساعة، غالبا الكود بيكون مكتوب هناك. قبل ما تفتح التطبيق لأول مرة، تأكد إن البلوتوث شغال. بعدين روح إلى أيقونة التطبيق على شاشة الموبل وأفضل دايس عليها لحد ما تظهر لك كلمة معلومات التطبيق. ادخل على أذونات التطبيق وفعل إذن الموقع والأجهزة القريبة والصور أو الاستوديو. دخول التطبيق، ادخل على التطبيق ووافق على شروط الاستخدام. في بعض الحالات تحتاج تعمل حساب جديد أو تدخل كزائر. خطوة الربط، ادخل على الإعدادات ودور على الساعة. لو ساعة مش ظاهرة في قائمة البحث، غالبا تحتاج تعمل إعادة ضبط مصنع للساعة. فيه ساعات لما بنحاول نربطها تاني بعدما كانت مربوطة قبل كده، مش بتظهر في القائمة غير لما تتفرمت أو يتعمل لها إعادة ضبط من إعدادات الساعة نفسها. بعدما تصفرها، جرب خطوات الربط من جديد. تفعيل الإشعارات، عشان تشغل تنبيهات الساشياء الميديا، دور على اختيار الإشعارات أو رسائل. اختار التطبيق اللي عايز تفعله، وغالبا هتظهر لك رسالة منبثقة بتطلب منك تفعيل الوصول للإشعارات للتطبيق ده. في حالتي أنا بفعل تطبيق فيت برو، بس في حالتك ممكن التطبيق يختلف حسب موديل الساعة. بعد كده ارجع للتطبيق وفعل البرامج اللي محتاجها تاني. خلفية الشاشة، لو عايز تحط صورتك الشخصية، دور على اختيار الاستوديو أو سوق الخلفيات أو ديال. اختار خلفية مخصصة، ودي هيفتح الصور عندك على الموبل. اختار الصورة اللي تعجبك ولو ستثبيت. نصيحة مهمة، لازم بطارية الساعة تكون مشحونة للآخر وأنبت بعد الصورة، لأن لو الساعة فصلت في النص ممكن ده يسبب لها ضرر كبير للساعة. بالخطوات دي، ساعتك هتكون مربوطة تمام بالموبايل، وهتقدر تستفيد بكل المميزات زي الرسائل والإشعارات وتغيير الخلفية. لو الفيديو عجبك هكون شاكر جدا لو اشتركت في القناة وكتبت لي كومنت. تحياتي ليكم ونشافكم في الفيديو اللي جاي.